ليه زيدان وتشافي اختفوا؟ من فرنسا للهند اسطورتان عالميتان ولكن اختفوا فجأة. فين راح زيدان وليه تشافي مش لاقي نادي؟ الفرنسي زين الدين زيدان اول مدرب في التاريخ يفوز بدوري ابطال اوروبا 3 مرات ورا بعض، لكن من سنة 2021 واختفى تماما. اتعرض عليه ان هو يدرب اندية كتيرة جدا منها يوفنتوس الايطالي وكمان مانشستر يونايتد الانجليزي، وغير كده كان عنده عروض سعودية مغرية جدا، لكن زيدان رفض كل ده. طيب هنا بقى السؤال اللي يفرض نفسه، ليه زيدان بيرفض؟ يقال ان زين الدين زيدان خايف ان هو يفشل بعد نجاحه الكبير اللي عمله في ريال مدريد، لكن في مصادر تانية بتقول ان المقربين من زيدان بيقولوا ان هو عايز يمسك تدريب منتخب فرنسا، لكن منتخب فرنسا مستقر جدا الا لو فشل في كاس العالم اللي جاي في 2026. يعني لو الموضوع ده بجد فلسه شويه يا زيدان. على الناحيه الثانيه بقى الاسباني تشافي رجع فعلا برشلونه من الضياع وكسب الدوري وكمان سوبر وطلع لعيبه كتيره جدا زي لامين يامال، لكن بعد الاقاله في 2024 اختفى تماما، لا موجود مفاوضات حقيقيه ولا نادي كبير مهتم بتشافي. وصل بيه الحال ان هو مرشح انه يمسك منتخب الهند. في رايك بقى مين فيهم المدرب الاقوى؟ وتحب تشوف زيدان فين وتشافي يدرب مين؟ ما تنساش تكتب لي اجابتك في الكومنت وكمان تدعمني بسبسكرايب. بس كده ودي